عاملين ايه؟ النهارده جايبه لكم ريفيو عن صابونه النابلسي شاهين. طبعا غنيه عن التعريف، هنعرف فعلا هي تستاهل الضجه اللي معموله عشانها ولا لا، واستخدمها لايه، مين البشره اللي ممكن تستخدمها وما تتضرش، ومين البشره اللي هتستخدمها وتجيب معاها نتائج في السماء. هل فعلا بتستخدم للبشره وللشعر والجسم ولا للبشره بس؟ طب هل مكوناتها فعلا كلها طبيعيه؟ طيب هل فعلا ممكن اعرف هي الاصليه ولا المضروبه؟ كل ده هعرفه معاكم في فيديو النهارده، يلا بينا. اول حاجه صابونه النابلسي شاهين، هي عباره عن زيت زيتون، مش عارفه باين عندكم في الفيديو ولا لا، زيت زيتون وزيت غار وجليسرين وبلسم. طيب اعرف ازاي ان هي الاصليه؟ هتلاقي الصابونه كده لونها غامق شويه، مش فاتح. ريحتها ما فيهاش ريحه صابون، لا ريحه زيت زيتون وزيت غار، يعني كده ريحتها لا مش صابونه، يعني مش نفس ريحه صابونه الوش، او فيها كده ريحه تحسيها حلوه شويه. تاني حاجه هتلاقي الختم موجود بتاع النابلسي شاهين، ومن ورا بصوا هي بتتعمل هاند ميد، فتحسوها كده ايه، شكلها مش 100 بس واخده الاختام. بصوا الختم ده والختم ده كمان هتلاقوا هنا مدة الصلاحية 5 سنين، يعني انا هنا من عندي من 2024 ل 2029. ومكتوب عليها سعرها للمستهلك 7 جنيه. هي فعلا ب7 جنيه. في بقى حاجات بتتباع مضروبة في المترو ومش عارفة ايه ب10 وب15، وتلاقي شكلها غريب، لون الصابونة فاتح قوي، ريحتها مش صابونة كده، يعني ريحة الصابونة بتاعت الوش بتاعت الايد، مش زيت زيتون كده. طيب اوكي، بالنسبه بقى لانواع البشره اللي ممكن تستخدمها وتبقى مفيده جدا ليها، والبشره اللي ممكن لو استخدمتها تضرها. عندنا الصابونه دي للبشره المختلطه والدهنيه، حاجه كده في حته تانية وهم. ليه؟ لانها بتنشف كل الدهون اللي في البشره، يعني حلوه قوي لو عندك حب شباب او حبوب كده بتطلع لك في مناسبات، دي اختيار موفق جدا. طب بالنسبه للبشره الجافه انا ما انصحش، لان الصابونه دي بصراحه نسبه ترطيبها مش عالي، هي بتنشف دهون مش بترطب، يعني حلوه قوي تنظيف تبييض، هتنضف لك بشرتك بعمق قوي. لكن لو بشرتك جافه واوريدي ما فيهاش دهون، فانت مش محتاجه صابونه زي دي، لان هي هتنشف بشرتك زياده، وهتبقي محتاجه ترطيب مضاعف علشان تستخدميها. بالنسبه بقى للشعر وللجسم، انا رايي لو جسمك فيه حبوب او جسمك فيه جلد ميت او محتاجه تنظيف عميق قوي، خشي على الصابونه دي بقلب كاول كوت، يعني اغسليها كده، اغسلي جسمك كله بالصابونه دي اول حاجه، وبعد كده حطي بقى مرطباتك واللوشن وحاجات زي كده بعديها، لان هي هتنظف بعمق جدا، بس هتبقي محتاجه ترطيب بعدها. طب شعرك، انا شايفه انه بلاش للشعر، في حاجات افضل منها هبقى انزلها لكم للشعر، لان هي هتنشف لك شعرك، سبيشالي لو شعرك جاف زي حالاتي، انا شعري جاف، الصابونه دي ما تنفعش معايا تماما لشعري. نيجي بقى لفوائدها، هل تستاهل ال7 جنيه اللي بيدفعوا فيها؟ هي بصراحه تستاهل 700 مش 7. هي حقيقي وهم، كفايه ان ما فيهاش كيميكلز، يعني حتى لو ما فادتكيش مش هتضرك، لانها ما فيهاش اي مواد كيميائيه، حتى مكتوب على العلبه من بره. ريحتها مقبوله حلوه بالنسبه لي انا، الريحه مش صعبه يعني. نتيجتها وهم، بتحسي كده بشرتك بتزيق من نظافه، يعني حقيقي انا بستخدمها كمرحله اولى في التنظيف قبل السكراب، قبل اي حاجه بستخدمها كاول حاجه، اول خطوه يعني في اهتمامي ببشرتي، يعني بستخدمها هي اول حاجه كغسول للبشره. بحس بعدها ان انا مش محتاجه اصلا سكراب، خلاص مفيش اي بواقي مكياج او دهون او اي حاجه او جلد ميت حتى على بشرتي. انا شايفه ان هي كصابونه مقنعه جدا 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 وحلوه جدا. انا بشرتي مختلطه مثلا ولطيفه جدا معايا، ونتيجتها كويسه جدا معايا. اتمنى اكون وصلت لكم للصابونه، وصلت لكم كل المعلومات عن الصابونه، عملت لكم ريفيو يغطي كل حاجه تخص الصابونه، سواء للشعر او للبشره او للجسم. واستنوني بقى في ترشيحات تانية لصابون او حاجات للسكين كير في فيديوهات تانية.